فاكرين احنا اللي بنحب نكتب كل يوم حاجة جديدة. احنا مغامرة في الغابة لسه ما خلصت. احنا مع ضيفنا النهاردة طويل جدا، أطول حيوان في العالم. بيقول لما يتعب ما بيقعدش عشان هو أصلا ما بيعرفش يقعد. يلا نكتشف مع بعض مين الحيوان ده. انا حمزة وأنا لارين. يلا بينا نبدأ حلقة جديدة من سلسلة حيوانات الغابة. ظروفها شكلها غريب قوي، عندها رقبة طويل. عارفين ربنا خلقها كده ليه؟ عشان تقدر تطول تاكل ورق الشجر. الزرافة بتحب تاكل ورق الشجر، بس بتاكل في اليوم اكتر من 30 كيلو اكل. بس الغريب بقى رغم رقبتها طويلة جدا كده إلا اللي عندها 7 فقرات زيها زي الإنسان. ازاي؟ انا كنت مفكرة عندها 100 فقرة ولا حاجة. وأنا كمان كنت مفكرة كده زيك يا حمد، بس اكتشفت إن هي عندها 7 فقرات. نسيت اقول لكم ان الزرافة بتعيش في مكان في افريقيا اسمه السافانا. معلومة صادمة ان الزرافة بتنام 30 دقيقة بس، يعني نص ساعة، وكل مرة 5 دقايق. بتنام وهي واقفة عشان ما بتعرفش تقعد عشان رقبتها طويلة. ما بتقدرش تقوم بسرعة. كمان لسانها لونه بنفسجي غامق أو أزرق عشان ما تحرقش من الشمس ولا تاكل من فوق الشمس. دلوقتي بقى جينا لأحلى فقرة، فقرة الأسئلة. هنشوف مين الشاطر اللي ركز معانا من أول الحلقة. السؤال الأول، الزرافة بتنام كام ساعة؟ 3 ساعات، ساعة ونص، نص ساعة؟ السؤال التاني، لسان الزرافة لونه ايه؟ بنفسجي غامق، بنفسجي غامق، أحمر، أصفر. السؤال التالت، الزرافة بتاكل ايه؟ اللحم ولا الورق الشجر ولا الموز؟ لو عرفتوا الإجابة اكتبولنا في التعليقات. دي كانت حلقتنا عن أطول حيوان في الدنيا. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا مننا كل جديد. نشوفكم الحلقة الجاية في سلسلة حيوانات الغابة في قناة اكتشف مع حمزة ولارين. باي باي.